كام يوم انتشر بوست لكرم جابر وهو في رمسيس بياكل على عربيه كبده في الموقف، اللي هي عربيه الكبده اللي بتبيع السندوتش ب 10 و 15 جنيه. كان لابس طبعا لبس يعني الدنيا مبهدله معاه شويه، الراجل راكب مواصلات ورايح مواصلات، فالناس لما شافوه اتصوروا معاه بس استغربوا المشهد شويه. ازاي كرم جابر الاسطوره اسينا 2004 اللي متكرم من الرئيس بشكل مباشر مبارك، واللي يعرفه الوزراء وعمرو دياب صاحبه والوسط الفني كله حبايبه ورجال الاعمال عارفينه وراجل علم من اعلام مصر، ازاي ينزل ياكل على عربيه كبده ويبقى يطلع بالمشهد ده وبعد ما يخلص يركب ميكروباص وكأن الدنيا دايسه عليه ومفيش معاه اي دعم ومفيش فلوس ومفيش حد واقف جنبه، وكأن كرم جابر في اكتر زاويه صعبه في حياته. الناس بدأوا يتكلموا بقى عن تبديل الاحوال وسبحان الله والدعم وحاجات كتيره جدا جدا جدا. عايز اقول لك بقى ان كرم جابر يمكن فعلا اتظلم في ان هو خد اسينا في 2004، ما كانش حد يعرف عنها حاجه، يعني ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه انتشار، ما كانش فيه ناس ممكن تعرف ثقافه الرياضه، ما كانش حد يعرف اصلا يعني ايه اولمبياد، فهو اتشهر او اخد حاجه كبيره جدا في حقبه زمنيه محدوده الانتشار. برغم كده يعني عافر وقدر يعمل حاجات كتيره جدا اكبر بكتير جدا من الحقبه الزمنيه اللي هو اتولد فيها، لدرجه ان احنا سامعين صيت كرم جابر لغايه دلوقتي بغض النظر عن اي مصارع دخل اللعبه بس ما قدرش برضه يوصل لشهره الراجل ده. خلاص ده اسطوره، احنا بنقول عليه الاسطوره. تمام. اتظلم في ايه تاني؟ ان هو كجيناتيك في مجال الرياضه كان يقدر يدي اكتر من كده بس ما حدش استغله بشكل كويس، او هو ما استغلش الرعايه اللي جات له من دول تانية علشان يقدر يتنطق. هو قرر ان هو يكون في مصر وده اللي حصل. سالنا انا عن كرم جابر لانه هو صديق شخصي. كرم جابر يقدر يشتري عربيه الكبده اللي انت وقفت عليها وتصورت معاه، كرم جابر يشتري الميكروباص اللي انت كنت شفته ركب فيه، كرم جابر تقريبا كان عنده تصوير في القاهره، كرم جابر انا كنت عنده من شهر ونص، كان لسه في الافتتاح التجريبي للاكاديميه بتاعته اللي هي في سيدي جابر الفرع الثالث، حاجه وهم الله اكبر عليه. فكرم جابر الموضوع بالنسبه له مش فقر، مش ان هو مش قادر، مش ان هو خلاص الدنيا دست عليه، بالعكس الفكره كلها ان كرم ده راجل بسيط فوق ما تتخيل. راجل لو جت في دماغه فكره ان هو ينزل ياكل في مكان هو عايز يعمل ده فيه هيعمل ده فيه، لا بيشغل باله بمظاهر ولا بعربيه ولا اصل مش عارف الناس هتشوفني ازاي ولا اي حاجه. انا لما بروح عنده الراجل بيروح يعني بيبعت يجيب لنا اكل من البيت ونقعد نفسخ وناكل مع بعض في وسط الجيم. الموضوع بسيط جدا. كرم جابر من اكتر الناس التلقائيه اللي ممكن تقابلها في حياتك على الاطلاق، حتى ما بيديش نفسه حقه في فكره ايه الظهور. يعني لما بيكون ظاهر في مكان بيتعامل ببساطه وتلقائيه مع الناس كلها. انا كنت معاه في ايفنت من حوالي شهر ونص، قسما بالله ان كرم قاعد حوالي نص ساعه بس يسلم ويتصور على الناس، في حين ان كان في ممثلين تانيين جايين، انا مش عايز اقول لك مش في شهرة كرم خلاص كده، بس على الاقل خالص ليهم جمهور. عايز اقول لك ما ادوش فرصه للناس بربع جنيه ان حد يصور معاهم، وقاعدين قمه مش عارف ايه والتناكه وبتاع والكلام ده كله. كرم مش كده، عشان كده كرم راجل محبوب وراجل ما بيشغلوش اي حاجه. فمش هي الصوره اللي اتصورت عن كرم. كرم راجل كبير اولمبي واخد حقه بشكل كويس جدا في الفتره دي، وحتى لو بعيد عن اسينا 2004 فاحنا في 2026 بقالنا حوالي 18 سنه بعيد عن نقطه البدايه بتاعته في حته الانطلاق او الظهور، ما زال محتفظ بالاسطوره بتاعته، بان هو الشيب القوي بتاعه، بوجوده، بانتشاره، بحب الناس، بمعرفه الناس اصلا لثقافه الرياضه. يعني دلوقتي متعاون مع وزاره الشباب والرياضه بيلفوا على محافظات مصر كلها غالبا عشان يطلعوا مشروع بطل اولمبي تاني. فلا كرم ما شاء الله هو كرم فعلا، ويعني الموضوع مش زي ما انتوا صورتوه. كرم راجل تقيل، لو عايز اقول لك يا جبل ما يهزك ريح بس. فانا حبيت بس اقول الفيديو ده عشان انا لما شفت البوست زعلت عن تصور الناس للشخصيه اللي انا شايف ان هي عمرها ما هتتهز حتى لو بعد 100 سنه قدام، هيفضل برضه مخلد اسمه، هيفضل كرم جابر هو كرم جابر اللي احنا عرفناه في 2004 بسبب الانجاز اللي هو عمله.